اول حاجه معايا حبتين من البتنجان، هبدا ان اقشرهم بالشكل ده. طبعا لو حابين تحتفظوا بالقشر ككل طبعا براحتكم، بس ميزه التقشير دي ان هي بترضي جميع الاذواق. وبعد كده هبدا ان انا اقطعها حلقات عريضه. بعد طبعا ما هخلص تقطيع البتنجان هبدا ان انا اضيفه في كيس تلاجة عندي، وبعد كده احط عليه ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من الدقيق. وبعد كده هبدا ان انا احرك الكيس بالشكل ده. ميزة طبعا ان احنا نحط البتنجان في الكيس وطبعا معاه الدقيق، ان كل بتنجانية هتتغلف بالدقيق كويس جدا ومش هياخد معانا نهائي وقت، عن بقى لما نحط بقى كده شوية من الدقيق في طبق ونفضل بقى كده نغلف كل بتنجانية ونضغط عليها، فهتاخد وقت معانا طويل. بعد كده احضر صاج عندي وهحط حوالي كده نص فنجان من الزيت. هرص طبعا البتنجان، وبعد كده هدخل الصاج عندي في فرن يكون حامي مسبقا على الشبكة، والشبكة تكون فوق الفرن مباشرة. هياخد معايا في الفرن 30 دقيقة. هبدأ بعد كده ان انا اطفي الفرن وهفتح الشواية على العالي، وهرشرش كده بسيط جدا من الزيت على وش البتنجان، وهياخد تحت الشواية 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين اهو البتنجان محتفظ بقوامه، ما تهرش معانا، وده طبعا لان احنا قطعناه عريض. تعالوا بقى كده نحضر بقى خلطة لذيذة جدا، ومكوناتها كلها موجودة عندنا في البيت. معايا معلقتين من الزيت، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، رشة من الملح، رشة من الكمون. هقلب بقى كده الثوم عندي لحد ما ياخد بقى كده لون ذهبي. وبعد كده هنزل عليه بمعلقة من الخل، وبعد كده هنزل عليهم بحبة من الطماطم وحبة من الفلفل مقطعاهم مكعبات. اخر اضافة هنا عندي بس معلقتين من المية، يدوبك بس تغلي بس الخلطة عندي كده غلوتين وهطفي النار. وبعد كده هنزل بقى بيها كده على البتنجان. عايزه اقول لكم ان هي طعمها لذيذ جدا. وصفه النهارده كمان خفيفه ولذيذه. عايزه اقول لكم كمان ان انتم ممكن كمان تحطوا رشه من الشطه وكمان عصره من الليمون، هتبقى ألذ وألذ. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الطريقه متنسوش لايك حلو زيكم، وكمان الاشتراك وما عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.